وصفتين في وصفة واحدة، ازاي يا ملوكة يعني هتصبغي شعرك وترسمي ايديك من غير كوافير ولا كيماويات ولا حاجة تضر شعرك؟ والله العظيم ده حلفان هتحاسب عليه قدام ربنا. وتعالى هنشوف عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهتشوفي كمان النتيجة معايا في اخر الفيديو. والله العظيم النتيجة تحفة تحفة، وانا قلتلك الحلفان ده هتحاسب عليه. الوصفة النهاردة غير اي وصفة والنتيجة روعة. النهاردة هنحتاج 3 كوبايات من المية، دي مجات شاي عادي. هنحتاج 3 مجات من المية من الحنفية، وهتحتاجي معلقة كركديه من عند العطار. ده رمان ناشف، لو انت مش وجيبي قشر رمان عادي من العطار. لو انت مش هتلاقي الرمانية سليمة، انا كسرتها عادي. انت هتجيبها من عند العطار، هتقولوا له عايزة قشر رمان او رمان ناشف عادي اللي هتلاقيه. وايه ده يا ملوكة؟ ده قشر بصل. والله العظيم 3، ما تستغربيش، كملي بس معايا الفيديو وانا هقولك ايه اللي انت هتعمليه. ده قشر بصل هيديك اللون اللي البرغند اللي انت محتاجاه. والله العظيم 3، انا مجربة الحاجة، بجربها من قبل ما اقول لكم على الوصفة. يعني انا بعمل الوصفة واجربها على نفسي وبعدين انزلها، لو ما طلعتش نفس اللي انا محتاجاه عمري ما انزلها على قناتي. وده فصين توم. وهتقولي لي يا ملوكة ده احنا يبقى شعري كله ريحته بصل. والله العظيم 3، ما فيها اي ريحة خالص. وهقولك ايه اللي هيغطي الريحة دي كلها، ولا هتحسي باي ريحة. وجربيها وما تحطهاش على شعرك ولا ترسمي بيها، وجربيها وشوفي الريحة هتبقى معاكي ريحة بصل وتوم. انا بحلف لك بالله، وقلت لك انا الحلفان دوت هتحاسب عليه والله العظيم ان ما فيش اي ريحة خالص. طب دلوقتي يا ملوكة احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي احنا حطينا الكركديه وحطينا الرمان وحطينا قشر البصل وبصلتين صغيرين وفصين توم. وده ايه يا ملوكة؟ ده مسمار او قرنفل برضو من عند العطار. كل الحاجات ديت هتغطي على ريحة التوم والبصل، مش هتلاقي غير ريحة القرنفل والرمان والكركديه، هو دول اللي مغطي على الريحة دي كلها. وكمان البصل فوائده والثوم للشعر تحفة تحفة تحفة. يعني انت لو شعرك متقصف او ما بيطولش او في اي قشرة او في اي التهابات، ده كل ده هيتعالج معاكي. هتعالجيه ازاي؟ انت كل 10 ايام تعملي لي الوصفة دي وترجعي على الفيديو ده وتشكريني فيه وتقولي لي يا احلى ملوكة دي الوصفة دي جابت نتيجة معايا. وكمان لو عندك شبل الشعر برضه هيمشي معاكي. كل الفوائد اللي في الوصفة النهاردة والله طبيعية وجميلة، وانا جربتها. وشايفين اللون؟ انا بعملك اللون بفلتر ومن غير فلتر، يعني بكشاف ومن غير الكشاف. بص اللون طالع عامل ازاي. وكمان هنصفي السائل اللي احنا عملناه. بص اللون، والله العظيم اللون اللي نازل دوت هو اللي هيبقى في شعرك. بس انت تمشي معايا بس الوصفة وهقولك هتعملي ايه. طبعا هي لسه سخنة زي ما انت شايفة. طبعا هنعجنها وهي سخنة كده، ما تسيبيش السائل اللي احنا عملناه ده يبرد، عشان احنا دلوقتي هنعمله للشعر. وهقولك ازاي هتعمليه لايدك، وهتعملي القرطاس وهتعجني ازاي وهتعملي ايه دلوقتي. هعملك كل حاجة في الوصفة ديت. وانا كمان مش مطولة عليك الفيديو عشان بتزهقوا مني. انا بحب اختصر على طول، بس بحب ان انا افيد حبايبي بكل حاجة. والنهاردة هنحتاج حنة خضرا، بس أهم حاجة الحنة تكون ممتازة من عند عطار يكون موثوق فيه. هنحط معلقة سكر أبيض عادي خشن، ونص ليمونة، ده عشان تثبتي معايا اللون. تثبتي اللون أو على الشعر أو على الإيد. يعني كمية الحنة زي ما انت عايزة، عشان حسب طول شعرك هيكون قصير طويل، دي حسب الشعر انت بتاعك، أو هتعملي على انت وبنتك أو ايه براحتك. أنا بعمل على الكمية اللي معايا. دلوقتي انا عاملاها برضو في اي علبة او حاجة عشان هغطيها كده عادي. انت اعمليها في اي حاجة. دلوقتي انا هعجنها بالسال بس شوية بشوية عشان ما يحصلش فيها اي تكتلات. وعايزاها معايا ما يكونش سائلة خالص، عشان اما نيجي نحطها على الشعر ما تقعش مني وتبهدل الدنيا. والله العظيم 3، انا بحلف لك بالله ان الوصفة ديت غير اي حنة انا نزلتها على القناة عندي. يعني انت هتجربيها وهتقولي لي يا ملوكة والله العظيم تحفة. بس انت تمشي معايا بس بالخطوات واعجنيها معايا زي ما انت شايفة كده. عايزة هتحطيها بعد ما هنعجنها زي ما انت شايفة. هنعجنها طبعا زي ما انت شايفة قدامك. هتسيبيها على شعرك، ممكن تحطها بالليل تنامي بيها عادي، مفيش اي مشكلة لو مش هتضرك ان انت نايمة او اي حاجة. عاوزة تحطها الصبح وتغسليها المغرب، دي افضل افضل بكتير بكتير ان انت تسيبيها مدة كبيرة على الشعر، عشان فروة الراس تاخد الفايدة اللي هي في الحاجات اللي احنا حطيناها، اللي هي زي البصل والثوم والقرنفل والرمان والكركديه. كل دي حاجات طبيعية. بصي انا عاملاها كده زي
كده عشان ما تنزلش. بُصّي، أنتِ مش هتخمّريها، أنتِ هتعمليها على طول وهي دافية كده على شعرِك، عايزة تخمّريها براحتك، بس هي العادي الأفضل للشعر إن أنتِ بتعمليها وهي دافية كده عشان اللون يطلع معاكِ لون برجندي جميل، 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 والله العظيم زي نفس لون بتاع، بس أنتِ تسيبيها تاخد وتدّي براحتها عشان ما ترجعيش تقولي لي إيه يا ملوكة ده ما عملتش حاجة، لأ سيبيها على الشعر مدة كبيرة، وفي الآخر طبعًا أنتِ هتغسليها بشامبو وبلسم وكده ومش هتلاقي أي حاجة طبعًا، هتلاقي والله ما في أي ريحة خالص، وجربيها وعلى ضمانتي زي ما أنا قُلت لِك. طب يا ملوكة إحنا عايزين نعملها على إيدينا، عادي بُصّي نفس الوصفة ديّة، إحنا في شوية مثلًا سوايل من اللي إحنا عملناهم، اللي هو كنا لسه بنعجن بيهم دُولة هنجيبهم. هتجيبيها في أي حاجة تانية، هناخد منها مثلًا معلقة، معلقتين، على قد ما أنتِ عايزة، على قد ما أنتِ هترسمي لنفسِك أو حاجة، أو أنتِ زوّدي بقى في مقدار أنتِ السوائل وكده عشان لو احتجتيها. هناخد معلقتين بس عشان نخلّيها ديّة عشان إحنا هنعمل قرطاس هنخلّيها طرية شوية، إنما اللي إحنا عاملينها للشعر طبعًا بتبقى سميكة عشان ما تُقعش من على الشعر. طبعًا أنا حطيت معلقتين من الحنة اللي إحنا عاجنينها، ما فيش أي حاجة تاني إحنا هنزوّدها، هي نفس الوصفة بس أنا باطرّيها شوية، عشان تبقى معايا ماشية في القرطاس ما تبقاش لو تقيلة مش هتنزل معاكِ من القرطاس. وطبعًا ديّة بتاعة الإيد لازمًا تخمّريها، بس أنا هاعملها معاكِ دلوقتي عشان بس الفيديو. بتاعة الإيد بتتخمّر، بتسيبيها يعني لمدة مثلًا إيه، ساعتين 3، عايزة تسيبيها من بالليل للصبح عادي براحتك وتشتغلي بيها. دلوقتي أنا قُلت لِك على الكيس دوّة، الكيس ده بيتجيب من عند أي حد بيبيع شُنط، أكياس، الأكياس ديّة اللي هي زي بتاعة الملابس، اللي هي بييجي فيها الملابس والحاجات دي، بُصّي اللي هي بتتلزق، فأنا باورّيها لِك عشان تاخديها سكرين والّا حاجة، لو رُحتِ عند أي حد بيبيع شُنط هتجيبيها، أو عندِك مثلًا أي كيس شيبسي أو أي حاجة براحتك عادي، هيبقى يتعمل معاكِ قرطاس برضه، بس ده الأفضل في إن أنا باشتغل فيه، عشان بيبقى سمكه كويس يعني باعرف إن أنا أشتغل بيه كويس. طبعًا هنقص إيه زي ما أنا باوريكِ، هناخد مثلًا زي قطعة كده زي المستطيل، ولا طويلة أوي ولا مربع يعني عشان نعرف نلف القرطاس معانا. أنا بامشي معاكِ خطوة بخطوة عشان في ناس حبايبي عايزين يتعلموا إن هم يلفوا القرطاس يتعلموا إن هو يقفلوه إزاي ويشتغلوا بيه إزاي. أنا بامشي معاكِ بالراحة بس عشان أنا ما باحبش أطوّل الفيديو، في إخواتي حبايبي بيزهقوا بيقولوا لي: "أنتِ بتطوّلي الفيديو يا ملوكة." والله العظيم أنا باحب إن أنا أقول كل حاجة بالتفاصيل وما باخبّيش عليكم أي حاجة. دلوقتي زي ما أنتِ شايفة أنا باخد قطعة بس من أهي، أنا هاقطعها بس نُصّين عادي، أنتِ عايزة تعملي قرطاس كبير كبّري المستطيل اللي أنتِ شايفاه ده، أنا باعمل بس إيه قدّامكم كده بس أنتِ عشان تعرفي طريقته إزاي. أنتِ هتلفّيه عادي، هتمسكي ال4 صوابع كده ومن النُص وهتروحي لافة، يعني أكنِّك بتلفّي قرطاس عادي زي ما بتلفّي أي قرطاس لو قرطاس لِب أو أي حاجة. بُصّي هتلفّي معاه، هتمسكي بإيدِك من قدّام وهتلفّي. والله الوصفة ديّة أنا مجرّباها وهتشوفيها كمان في آخر الفيديو وأنا بارسمها وباغسلها، بس هي أهم حاجة اللي على الإيد ما بتتغسلش، يعني أنا هاحطها معاكِ الحنة دلوقتي هاحطها معاكِ على الإيد بعد ما تنشف خالص، أنتِ هتسيبيها براحتك، عايزة تسيبيها بقى ساعتين، 3، 4 كل ما بتسيبيها كل اللون ما بيبقى معاكِ أغمق، أنا باسيبها دلوقتي باسيبها كده بُصّي، أنا باعمل قرطاس باسيب منه حتّة كده وأجيب اللزق وألفّها عليه وهاورّيكِ دلوقتي وهو جاهز. أنا لو رسمت الحنة يا ملوكة أسيبها، طَب لأ، أنتِ هتسيبيها على إيدِك لمّا تنشف خالص عادي، وبعدين ما تجيبيش عليها مَيّة نهائي، هاقول لِك أنتِ هتعملي إيه بعد ما الحنة تنشف على إيديكِ. دلوقتي الحنة اللي هي على الشعر خلاص هي هتسيبيها من الصبح لحد مثلًا العصر براحتك اللي هي على الشعر، هتسيبيها من الصبح لحد العصر، هتسيبيها من بالليل لحد الصبح براحتك، كل ما تسيبيها كل ما الشعر هيطلع معاكِ لون أحلى وأحلى. وكمان بعديها هتغسليها بمَيّة فاترة عادي وهتغسليها بشامبو وبلسم وعادي بس وبعد كده هتكرريها كل 10 أيام إنما هي أول مرّة هتدّيكِ اللون اللي أنتِ محتاجاه، أول مرّة ما تغسليها، إنما أنا باتكلم على الفايدة. الفايدة لو أنتِ عايزة تستفادي منها
هتكرريها 10 أيام هتلاقي فرق في شعرك، هتلاقيه تقل، هتلاقيه طول، هتلاقي الفراغات ديّة طلعت ليه؟ عشان التوم والقرنفل والبصل الحاجات اللي هي فيها ديّة، دي مغذية جدًا للشعر، لو أنتِ كتبتِ حتى كمان على النت هتعرفي إيه الفوايد بتاعتها. دلوقتي إحنا هنقفّل القرطاس، وزي ما أنا قُلت لِك إحنا قُلنا للشعر خلاص إن إحنا هنغسله إزاي وهنعمل إيه وهنسيبه قد إيه. دلوقتي طَب أنا يا ملوكة دلوقتي هارسم على إيدي هاعمل إيه؟ دلوقتي أنتِ رسمتِ على إيديكِ هتسيبيها لمدة ساعة، ساعتين زي ما أنا قُلت لِك لحد ما تلاقي اللون تلاقي الحنة نفسها بدأت تنشف، تنشف خالص على إيديكِ تفركيها كده هتلاقيها بتُقع من على إيديكِ. أنا هاورّيكِ برضه دلوقتي كل حاجة عشان يبقى قدّام عينيكِ وتصدّقي إن أنا باقول لِك اللون طلع معايا عامل إزاي، كل حاجة أنا باعملها قدّامِك عشان في ناس تانية إيه بتقول لي: "يا مالو كده أنتِ بتعملي الوصفة ما بتطلعش زي ما هي." لأ، أنتِ امشي معايا وزي ما أنا باقول لِك هتعملي إيه اعملي، عشان في حاجات أنتِ ممكن تعمليها تبوّظي الوصفة. أنا مثلًا هاعمل معاكِ دلوقتي أي رسمة، أنتِ براحتك بقى هاتي رسمة من على النت، هاتي رسمة من عندي على الصفحة واعمليها على ضهر إيديكِ، على إيديكِ من جوّه عادي، بس أنا باعمل حاجة عشوائي يعني عشان أعرّفِك إن القرطاس الحنة بتنزل منه عادي عشان إحنا ناخلين الحنة، قبل ما نعجنها إحنا ناخلينها عشان ما يبقاش فيها أي شوائب، حتى لو على الشعر أو حتى في القرطاس. تكون ما فيهاش شوائب خالص وتكون ناعمة جدًا عشان تعرف تنزل من القرطاس، وطبعًا زي ما أنتِ شايفة أنا باعمل أي حاجة، أنا باعمل أي حاجة عشان أورّيكِ القرطاس إن الحنة بتنزل منه، وكمان أورّيكِ اللون هيطلع عامل إزاي، وهتعملي إيه بعد ما الحنة تنشف على إيديكِ، بس معلش الفيديو بيطول شوية معلش، بس عشان أنا باورّيكِ كل حاجة قدّامِك في الفيديو، وكمان نِفْسي أورّيكِ اللون طلع عامل إزاي على الشعر، هو نَفْس اللي أنا ورّيته لِك في أول الفيديو، اللون تحفة، تحفة، تحفة والله وهاتحاسب على الحلفان اللي أنا باحلفه. طبعًا أنا عملت إيه، أي حاجة عشوائية بس عشان كنت طوّلت الفيديو معاكم، فحبيت إن أنا أعمل أي رسمة وخلاص. دلوقتي أنا سِبتها هتسيبها هتنشف زي ما أنا قُلت لِك ساعتين 3 براحتك، هتحسّي دلوقتي إن هي كل ما تسيبيها وإيدِك مفرودة كده عادي ما فيش أي مشكلة، أنتِ هترسميها عادي زي ما دلوقتي هي هتنشف بُصّي أنتِ هتحسّي أنا برضه إيه، ما سِبتهاش برضه كتير. بُصّي الصورة اللي قدّامِك التانية ديّة، دي الصورة اللي هي بعدها تاني يوم. أنا حبيت دي بُصّي أول ما طلعت كده هتطلع نفس اللون اللي أنا وريته لِك اللي قدّامِك، ليه بقى؟ أنتِ دلوقتي خلاص هتدهنيها زيت زيتون زي ما أنتِ شايفة، وهتسيبي الزيت اوعي تجيبي عليها مَيّة نهائي لحد ما تلاقي اللون بتاعها غمق زي اللون المطلوب اللي أنتِ عايزاه، ويا رب تكون الرسمة عجبتكم.